طفولة قصة تدور بحر على موجه هطول فما عسى أحرف تفي وما عسى قائل يقول مفوه فارس أبي يصول لله أو يجول مفوه فارس أبي يصول لله أو يجول مبشر سابق علي يحبه الله والرسول بطولة قصة تطول بحر على موجه هطول وما عسى أحرف تفي وما عسى قائل يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد فاتح باب العلم وعين اليقين، الذي ملأت عينيه من جمالك وقلبه من جلالك ولسانه من محاكاتك، فأصبح فرحا بك مسرورا مؤيدا منصورا، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وتابعيهم بإحسان إلى يوم التناد، فهم دعاة الخلق إلى الخلاق بالحكمة والموعظة الحسنة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الحمد لله الذي هدى من اهتدى وجعل الصحابة للهدى أعلاما وبهم للخير سلما وسلما. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم في حلقة جديدة من سلسلة سيرة الصحابة الكرام، لنقف عند سيرة أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي جمع الله له شرف السبق إلى الإسلام وصدق الإيمان ورسوخ العلم وكمال العدل وسمو العبودية، فكان نموذجا للعالم الرباني والمجاهد الصادق والعابد الخاشع. ونحن اليوم في رحاب جامع الرباط، حيث يلتقي شرف المكان بشرف الذكر والقرآن، ويتعانق فيه العلم والتزكية. فالعلم بغير تزكية قد يكون حجة على صاحبه، والتزكية بغير علم قد تكون دعوة، وإنما يكمل المنهج باجتماعهما على هدي الكتاب والسنة، ويزداد المقام شرفا بإشراف شيخنا العارف بالله المربي حضرة الشيخ عباس السيد فاضل الحسني حفظه الله ورعاه، من ذرية الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، مع اليقين أن أشرف الوراثة هي وراثة النبوة بالعلم والعمل والإخلاص والدعوة إلى الله، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. وفي ظل هذا الميراث العلمي والروحي، وفي رحاب مدرسة تجمع بين العلم والتزكية والمعرفة، يشرف مجلسنا بضيفين كريمين نهلا من معين أهل العلم والعرفان، وحملا من ميراث التربية وما ينير العقول ويزكي النفوس، فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى علوان الحسيني، مدير المدرسة الربانية للعلم والمعرفة بالله، وفضيلة الشيخ الدكتور ماجد حامد الشيحاوي التدريسي في جامعة الفلوجة، حفظهم الله ورعاهم جميعا. ومن رحاب هذا المعنى الروحي والمعرفي تقدم لكم المدرسة الربانية للعلم والمعرفة بالله برنامج من مقرها الكائن في قلعة سامراء المباركة جامع الرباط، لنقرأ سير رجال أسسوا معاني الصدق والوفاء والبذل والعطاء، وفي مقدمتهم سيرة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه
وكرم الله وجهه. فأهلا وسهلا بكم في رحاب السيرة العطرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهلا بكم فضيلة شيخنا الحبيب دكتور مصطفى، وفضيلة الشيخ الحبيب الدكتور ماجد حامد الشيحاوي. السؤال لفضيلة الشيخ الدكتور: ما هو النسب الشريف لسيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأين يلتقي نسبه بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حقيقة نقف أمام قامة علمية روحية، أمام قائد عظيم، أمام أمير للمؤمنين، جمع الله فيه الصلات الثلاث، من حيث أن الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة بالعلم، صلة بالروح، صلة بالنسب. وعلي رضي الله عنه وأرضاه انتهى له بل وفاز بالثلاثة نسبا، فنسبه يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم بجدهما عبد المطلب ابن هاشم. والعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغذيه علما، وكذلك يغذيه روحا. علي رضي الله عنه وأرضاه اسم على مسمى، وهذا الاسم الشريف ما كان اختيارا من نفسه. نعم، تروي السير أن أباه سماه ذلك، ولكن الذي جاء على لسان أبيه هو المكتوب باللوح المحفوظ بأن اسمه علي. ولذلك أمه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تسميه على اسم أبيها، فأطلقت عليه اسم أسد أو حيدرة. وقد قالها سيدنا علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. فلما جاء أبو طالب وكان في سفر وبشرته بالمولود الجديد وأنها سمته أسدا أو حيدرة، كعادة العرب أنها تختار بعض الأسماء لأولادهم على أسماء الحيوانات، فهذا أسد وذاك ذئب وذاك كليب، هذه كعادتهم. فقال: بل هو علي. فعلي ابن أبي طالب، وأبو طالب عبد مناف هكذا اسمه، ابن عبد المطلب. قلنا يتصل نسبه مع النبي عليه الصلاة والسلام بجدهما عبد المطلب، وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم. فإذا علي هاشمي من الأب ومن الأم رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه وعليه السلام والرضوان. جزاك الله خير الجزاء. شيخنا الحبيب شيخ ماجد، هل هنالك كنية أخرى أو ألقاب أخرى لسيدنا علي كرم الله وجهه؟ يعني سيدنا الإمام بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد،
سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكرم الله تعالى وجهه له الكثير من الكنى، ولكن أجمل كنية وأحبها إلى قلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألا وهي أبي تراب، بأبي تراب، عندما يكنى بأبي تراب. ولكن لهذه الكنية أسباب، يعني في يوم من الأيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يزور ابنته السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وعن زوجها وعن أبنائها، وكذلك يزور ابن عمه وحبيبه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. في يوم من الأيام مر على بيتهم فلم يجد سيدنا عليا في البيت، فقال للسيدة فاطمة لابنته: أين ابن عمك؟ فقالت: لقد غاضبني بشيء ثم ذهب، يعني خرج من البيت. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما يحب أن تبقى هذه المشكلة حتى ولو كانت صغيرة دقائق أو حتى ثواني. كان معه رجل في السير أنه سيدنا عبد الله بن مسعود، فعند ذلك قال: اذهب وابحث عن علي. فسيدنا عبد الله بن مسعود يعرف سيدنا علي من حيث الزهد والتقوى والصلاح وحبه للمسجد، فمباشرة لم يذهب إلى السوق ولا إلى الشوارع ولا إلى الطرق، إنما ذهب أول ما ذهب إلى المسجد. والمسجد في وقتهم لم يكن هنالك بسط ولا حصران ولا كذا إلى آخره، إنما التراب. فوجد سيدنا عليا رضي الله عنه وارضاه وهو نائم على التراب، ثم رجع مباشرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يوقظ سيدنا علي، إنما رجع إلى سيدنا محمد، لأن التكليف فقط أين علي. فعندما رجع إلى رسول الله قال: يا رسول الله هو في المسجد. فذهب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، فوجده مسجى في المسجد، نائم في المسجد. وطبعا عندما ينام الشخص في مكان تراب إلى آخره سوف يؤثر فيه هذه الآثار التراب. فالتراب وإذا به على وجهه الشريف وعلى ملابس سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالحبيب عليه الصلاة والسلام من باب الملاطفة، من باب المحبة لسيدنا علي، لابن عمه، لحبيبه، لنسيبه إلى آخره، لابنه الروحي، لأنه هو الذي رباه رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقام يمسح التراب عن وجهه وعن جسده وعن ملابسه ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. بعض الصالحين رضي الله عنهم وارضاهم يقول: سيدنا علي وصل إلى درجة العبدية بهذا الشيء، لأنه أصبح ترابا. فالرجل عندما يصبح ترابا إلى آخره يرجع إلى أصله الأول، لم يكن مثلا متكبرا وعنفا وإلى آخره، إنما أصبح ماذا؟ ترابا. فسيدنا علي يقول: كنت أحب هذه الكنية عندما يناديني أحدهم أو يكنيني أحدهم بأبي تراب. فعند ذلك رجع إلى السيدة فاطمة وأصلح فيما بينهما. وطبعا من شدة المحبة يكون هذا الخصام، وإلا حاشا لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه أن يخاصم حبيبة قلبه أم عياله السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وطبعا هنالك بعض الحكم وبعض الأسرار التي قالها بعض العلماء. طبعا أحد الصالحين في المغرب قال: سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه عندما خرج لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. فخشي أن يزداد الأمر
مع السيدة فاطمة، ولربما يصل البغض في القلب. فإذا وصل هذا الشيء الظاهري إلى الداخل يخشى على سيدنا علي من غضب السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاه، فلربما يهلك، وحاشا أن يهلك إن شاء الله. ولكن هذه بعض أقوال العلماء وأقوال الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. جزاك الله خير الجزاء. شيخنا العفو، التفاتة روحية، قال أبي تراب وصل منزلة العبدية. نعم. سيدنا علي. جميل. يعني تعقيبا على كلام الدكتور، لكل حديث سبب ورود، ومعرفة ورود الحديث تعرف معنى الحديث، تتضح الصورة عندك، كما أنه لكل آية سبب نزول. فالدكتور جزاه الله خيرا شوف نص العبارة قبل أن نأتي إلى الاصطلاح، ولماذا أحب علي هذه الكنية وهذا الربط بالتراب وبالعبدية. علي رضي الله عنه أغضب فاطمة رضي الله عنها، وهذا يدل على البشرية، وأن الغضب موجود في داخل كل إنسان، بل حتى الأنبياء يغضبون، فهذا موسى عليه السلام، لكن غضبتهم لله وليست لأنفسهم. فالغضب موجود في داخل أي إنسان، أما توظيف هذا الغضب إما أن يكون لله وإما أن يكون لنفسه أو للشيطان. فإذا يدل على أنه حصل بينهما كأي زوجين حوار أدى إلى أن يتغاضبا، وسبب ذلك أن أمنا فاطمة رضي الله عنها بلغها أن عليا يريد أن يتزوج عليها، فما كان منها إلا أن غضبت كيف يتزوج. فعلي مثل ما ذكر الدكتور يخشى أن يقع في فاطمة بضعة مني، ما يؤذيها يؤذيني، فما كان منه إلا أن يذهب إلى بيت الله تعالى حتى لا يكسر خاطرها أولا. وهذه فيه إشارة، عندما يحصل الغضب بين الزوج والزوجة، تعجبني عبارة لسيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، الفقيه الصحابي الفقيه، عندما تزوج أول مجلس بينه وبين زوجته قال: اسمعي، إذا غضبت فهدئيني، وإذا غضبت هدأتك، وإلا لا تستقيم الحياة بيننا، لأنه غضب بغضب نار تشتعل، فلا بد أن يهدئ أحدهم الآخر. ومن التهدئة الموضع الذي يكون فيه الغضب موضع ينفخ فيه الشيطان، فالأفضل إيش؟ أن يترك هذا المكان. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورا: إذا كان العبد واقفا يجلس، إذا جالس يستلقي، يتحول. شوف السر، يتحول من هذا المكان، لأن الإشعاعات التي يبثها الشيطان في هذا المكان تحول منها، يتغير هذا الوضع، أو أنه يترك المكان. وسيدنا علي ترك المكان حتى لا يتطور هذا الخلاف، وذهب إلى المسجد وألصق جسده بتراب المسجد حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما كان: قم أبا تراب. لماذا أحبها علي؟ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم كناه. فلذلك كان البعض ويحصل، أقول البشرية، كان البعض يقول أبو تراب يعني كأنه استهجان، فيبين أن الذي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يستهجن من أحد، وإنما أطلقها لواقع الحال. تراب التصق بجسده فقال قم أبا تراب. وهنا الربط الروحي. إذن فيها معاني روحية لأهل الذوق، لأهل الثقافة والحال. جميل. هذا الربط الروحي والصلة بالتراب. مثلك يا علي تربى في بيت النبوة وانتهل منها، فمثلك في مقام العبودية. قالوا الولي كالأرض يرمى عليها كل قبيح وتعطيهم كل منيح. التراب منه خلقت وإليه تعود ومنه تخرج. لماذا التراب؟ وهو أيضا من اسم آدم عليه السلام، فآدم اسمه مشتق من أديم الأرض، يعني من ترابها. فلذلك لما افتخر إبليس على آدم، إبليس يقول أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس ظن أن النار أشرف وأكرم من الطين. قال أهل التفسير وقد أخطأ إبليس في هذا التصور، لأن النار أولا تدل على الكبر، اثنين تفسد كل شيء، بينما التراب أو الطين يدل على التواضع. انظر، كبر يقابلها تواضع، والتشكيل الذي يحصل من الطين. فإذا أبو تراب. عفوا دكتور، نعم، استكمال الكلام حضرتك، موقف مبيت سيدنا علي في مكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبهى صورة. نعم. يعني ما هي العبر العلمية والروحية المستنبطة من هذه؟ نعم، يعني هذه النقلة، شوف، من أبي تراب إلى الفراش، إلى فدائي الإسلام، إلى فدائي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تدرج في التربية. فلو كان الكبر موجودا، لو كان الخوف على النفس موجودا، لما استطاع علي أن يمكث مكان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عليا باع نفسه. فمن أسباب نزول الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، قيل في علي، قيل في معاذ، بل قيل في أكثر الصحابة رضي الله، قيل في مصعب بن عمير. فأنت تجد هذا الجانب لما باع نفسه. انتظر للعبارة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، يعني حصل الصفقة، بيع وشراء وثمن. الله اشترى، علي باع النفس. فأنت عندما تبيع شيء لا تملكه، بعدها لا تملكه، انتقلت الملكية أو الملكية إلى المشتري. فإذا لا نفس. فانظر، عندما باع ما بقت النفس. فلذلك هؤلاء ما كانت عندهم النفس، ما كانت النفس عندهم حتى في تعاملاتهم، في اجتهاداتهم، لأنه كل عمل كان يعملونه لله. شوفوا وين انتقلت لما حصل هذا الشيء.
اختاره النبي صلى الله عليه وسلم بعد التدريب والتهذيب، مثلما اختار الصديق أن يكون معه. لماذا لم يكن هذا مكان هذا؟ علي أقرب إليه نسبا، وأبو بكر أقرب إليه صحبة، لكن وفي الصحبة ممكن أن تأخذ الأقرب لك نسبا. لماذا جعل هذا التبادل في ذلك؟ كل واحد له مهمة. وبالمناسبة ليس النبي هو الذي يختار، ما كان لهم الخيرة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان الله هو الذي يختار. الله اختارني واختار لي أصحابي. واختار لي أصحابي، ليس اختياره هو. عندما اجى أنه أبو بكر في هذا المكان، علي في هذا المكان، نفذ ولا تناقش. أما ما الأسباب التي نبحث بها؟ نحن نبحث عن الحكم. اللي دا نبحث الآن في الكلام، ما الحكمة أنه هنا وليس هنا؟ أما العلة فلا نعرفها. جزاك الله عنا خير الجزاء شيخنا الحبيب على هذا التوضيح والدرر والمعاني الروحية. شيخنا الحبيب، كيف تجلت العناية الإلهية في بدء إسلام سيدنا علي بن أبي طالب عليه الرضوان والسلام، وما هو الموقع التاريخي الأساس في ذلك؟ طبعا كما هو معروف في السير أن قريش أصابتها شدة ومجاعة وإلى آخره، فأبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب عيال، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من وفائه لعمه أبي طالب، وطبعا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة والده كفله جده عبد المطلب، ثم بعد ذلك بعد أن مات جده كفله عمه أبو طالب. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاش الصغر مع عمه أبي طالب، ثم بعد ذلك أبو طالب كان عنده عيال كثرة، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وفاء لذلك العهد قال لعمه العباس: تعال معي لكي نأخذ بعض عياله لنعينه. فعند ذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سيدنا عليا، وهذا أخذ عقيل، وهذا كذا إلى آخره. إذن بقي سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه مع النبي عليه الصلاة والسلام من طفولته، من صغره. فطبعا الطفل عندما يتربى في عائلة سوف ينظر إلى أخلاقيات هذه العائلة، فكيف وهو مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى هذه الآداب وإلى هذه الأخلاق وينظر إلى الكلام. وكذلك قريش كانت تلقبه بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فعندما جاءه الوحي سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه قد رأى ما رأى من القول والفعل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعندما دعاه مباشرة أجاب. ولكن هنا السؤال: يا ترى من هو أول من أسلم؟ لأن هنا اختلاف بين العلماء، منهم من قال سيدنا علي، منهم من قال سيدنا أبو بكر، منهم من قال السيدة خديجة. ولذلك جمعها شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في الفتح، قال: حتى نجمع هذه الأقوال المتعارضة في ظاهرها، وإلا هي لا يوجد تعارض. فقال: من الرجال أبو بكر، من النساء خديجة، ومن الغلمان من الصبيان سيدنا علي، سيدنا أبو بكر، السيدة خديجة، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلذلك
هذه الواقعة التي كان ظاهرها شدة ولكن باطنها رحمة وكرم من الله تعالى لسيدنا علي لتكون تربيته على يد أعظم مخلوق على الإطلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما أصبح شابا يافعا إلى آخره اكتسب الآداب واكتسب الأخلاق واكتسب الصدق واكتسب الشجاعة، لأن سيدنا علي كان دائما على الرغم أنه من أشجع شجعان صلى الله عليه وسلم، إذن كذلك تعلم الشجاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذا مختصر عن هذا السؤال. جزاك الله عنا خير الجزاء شيخنا الحبيب. نرجع لشيخنا الحبيب دكتورنا الغالي. شيخنا، ما هي الدلالات المعرفية والروحية التي تجلت في موقف أمير المؤمنين يوم خيبر؟ جميل. يعني دعني أولا في تعقيب قصير. كأنه دكتور ماجد تعدد الأولية، فعلي الأول، أبو بكر الأول، زيد الأول، خديجة الأولى، فتعددت، فجمعوا بينها فقالوا الأول من الرجال، الأول من النساء، الأول من الغلمان. لا شوف، فإذن هي كلها أولية في ذلك. خيبر، لكن شيخ مجيد كان بودي أكثر توسع في شيء في مسألة مبيت سيدنا علي في فراشه، لأنه ما بين لماذا اختاره على غيره. قبل أن نأتي إلى خيبر، فواقعة المبيت هي قبل واقعة خيبر. نعم، مبيت سيدنا علي فخيبر كانت في المدينة والمبيت كان في مكة. هذا السبب الذي جعل أنه يختاره. ومعلوم أن علي وقت ذاك، إذا عرفنا أن إسلامه على أرجح الأقوال كان وقتها عمره 10 من السنين قبل البعثة، 10 سنوات قبل البعثة، وقيل 15 وقيل 16 وقيل 8، لكن الأرجح هي 10 وقيل 8. طيب إذا أضفت الدعوة السرية 13، يعني عمره قد يصير 23، عمره 23 سنة. 23 سنة، يعني شاب يافع وقت ذاك. ما كان علي متزوج من أمنا فاطمة، لأن الزواج كان في المدينة. شاب لم يتزوج بعد، ثم يكلف بمهمة أنك تبيت. لماذا؟ كيف؟ متى؟ أين؟ ما كانوا يسألون. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. السمع والطاعة أبدا. أنت هنا لأنهم يعلمون، كما ورد في الأثر بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين أحد الصحابة، كل أنت تكتب عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء، وهو بشر ينسى. فكان الجواب باختصار: اكتب، فوالله ما خرج من هذا إلا الحق. فإذا خرج الحق بمعنى ما خرج منه إلا بوحي من الله تعالى. فكلام النبي معصوم، وفعل النبي معصوم، وتقرير النبي معصوم. فعندما اختاره هنا تظهر أسباب. من الأسباب الظاهرة، هناك أسباب ظاهرة وهناك أسباب باطنة، يعني مثل ما يسموها علماء المقاصد، هناك مقاصد أصلية وهناك مقاصد تبعية. فالمقصد الذي جاء، والنبي يعلم بأن قريش أعدت عدتها لقتله،
فهل ضحى بابن عمه أن يقتل مكانه؟ ليس هذا، لكن هناك أمانات مودع عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا من العجب أن الذين لا يؤمنون بنبوته لا يثقون بأحد إلا به، الصادق الأمين، ولا يودعون أماناتهم إلا عنده، الصادق الأمين، في حين أن هذه قريش وهذه مكة فيها من الحكماء وفيها كذا. لماذا عنده؟ بالمعاملة عاملوه فوجدوه أمينا صادقا مؤتمنا، فالنبي ترك عليا ليؤدي الأمانات إلى أهلها ثم يلحق به إلى يثرب، إلى مدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. طيب هنا قريش لماذا لم تقتله؟ هو من أهل بيته، خلاص كان يعني أبسط شيء أن يحبس علي، أن يجلد، أن يساوم النبي عليه الصلاة والسلام. هناك صلة بين، هسه شوف الصلة، شوف نعم. العرب نعم. نحكي شيخ، العرب عندهم المروءة، عندهم الوفاء. أبو طالب أبوه كان سيد قريش وله فضل وخير على كثير من الناس، والعرب على الشيء البسيط. لذلك في واقعة ابن ود العامري لما برز علي لقتال ابن ود قال: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: يا ابن أخي، أبوك كان صاحبي وصديقي ولا أريد أن شوف أبوك، لأن أباك كذا فأنا لا أفعل. فعندما جاءوا يريدون قتله قالوا علي، واللي جاءوا من جميع القبائل، مع أنه كلمتهم هي قتل محمد حتى يتفرق دمه في القبائل، فتركوا عليا لأنه ليس بغيتهم ولا. هذا واحد، هذا المعنى الظاهر. أما المعنى الباطن اللي فيه الأصلي: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم. إن الذي جعل النبي يمر من بين أيديهم وهم لا يرونه جعلهم يرون عليا ولا يفكرون بقتله أو الانتقام من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن شوف هذا الذي يتعلق في هذه الواقعة الجميلة وفيها أحداث. ثم علي هذا يدل على شجاعته عندما يبيت. لكن ليت شعري، هل أن النبي أخبر عليا قريش ستأتي لقتلي وأنت أريدك أن تنام في مكاني حتى إذا أرادوا قتلي أنت تقتل مكاني يا علي؟ لم يخبره بذلك، ما أخبره بهذا الفعل، لأن أصلا الفعل دكتور اللي اتفقت عليه قريش اتفقوا عليه سرا حتى لا يصل الخبر لمحمد، لأنه لو فشى هذا السر يعني كان يخرج. لا، الذي أعلمه بذلك جبريل عن الله. قريش انجمعت القبائل كذا وتريد في ساعة كذا عند الفجر يريدون قتلك، إذن حتى علي لا يدري. فلذلك ما أخبره النبي بكذا، وإنما تبيت في هذا المكان. فنفذ علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثل ما نفذ الصديق، وصحبه قرع عليه الباب، جاءه متقنعا في وقت ظهيرة فقال: اشتري لنا ناقتين. قال: إذن هي الصحبة والإجابة. هذه الفراسة التي
عند العرب قبل الإسلام، ثم نماها الإسلام بين فراسة عقلية وفراسة قلبية. جاء في حر الهجير متقنعا صلى الله عليه وسلم في حين والله يعصمك من الناس، لكن أراد أن يربي الأجيال التي بعده أن تأخذ بالأسباب، فأخذ بجميع الأسباب صلى الله. شوف، وضع مكانه أحد في فراشه، صحب، أخذ من يعرف الآثار، بقاء في الغار ل3 أيام وما كان يزيد عليها، انطلاق في كلها في حين الله تعالى الذي نقله وهو في مكة. سبحان الذي أسرى بعبده بليلة من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج. هو قادر أن ينقله من مكة إلى المدينة، بل وقادر أن ينقله كما كان لسليمان عليه السلام بساطا، ينقله من مكان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مربي، فليس كل الناس عندهم خوارق عادات، ليس كل الناس عندهم معجزات، ليس كل الناس عندهم كرامات، فجعل خطته هكذا صلوات ربي وسلاماته عليه. جزاك الله عنا خير الجزاء. شيخنا الحبيب، نبقى استخلاف سيدنا علي رضي الله عنه، فما هي الدلالات على استخلافه على المدينة، يعني استخلافه على المدينة في غزوة تبوك؟ ما شاء الله، سؤال جميل جدا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استخلف أكثر من صحابي على المدينة المنورة، ولكن سبحان الله في هذه المعركة لأهميتها أراد أن يستخلف من شجعان العرب، من شجعان المسلمين، الذي يحمي الأرض والعرض، الأرض والعرض، لأنه أغلب الجيش سوف يذهب مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى تبوك. ولكن كما تعرف سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه صاحب المعارك، سيدنا علي الذي دائما نقول في التراويح فارس المشارق والمغارب، علي ابن أبي طالب، من الفرسان الذي يحب أن يكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يده اليمنى واليسرى، ويكون أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، حال الصحابة الكرام الذين معه، لأن كلهم يريدون أن يفدوا أنفسهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك جعله مكانه في المدينة المنورة. ولكن بعض المنافقين، هنالك الأصوات النشاز، كانوا يتكلمون على سيدنا علي ويقولون لو لم يكن هنالك ثقل من سيدنا علي على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أبقاه. فسيدنا علي حز في قلبه وفي نفسه هذا الشيء، فعند ذلك ذهب إلى رسول الله ليس بلسان المعترض، إنما بلسان السائل. وكما ذكر فضيلة الدكتور أنه تربى على أخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان حال وحال جميع الصحابة سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فعندما سأل يا رسول الله أريد معك وليس في المدينة المنورة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يواسيه كذلك، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي من بعده، باعتبار سيدنا محمد هو آخر الأنبياء، خاتم النبيين وكذلك المرسلين عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك فرح سيدنا علي وخلص انتهى الأمر. لو تكلموا إلى قيام الساعة لم ينظر إليهم ولا يدخل كلمة إلى أذنه الحسية، لأن الأذن الحسية هي باب للأذن المعنوية والروحية والقلبية إلى آخره. فخلاص انتهى الأمر، مثل ما نقول بالعامية
نفوت منا نطلع منا إلى آخره. ولكن هنالك الفرق بين السماع والاستماع. السماع محله الآذان، الاستماع لا، محله القلب. فكان يسمع ولا يستمع. فعند ذلك سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه في هذه الواقعة عندما قلت ليحمي الأرض والعرض، هنالك واقعة أريد أيضا التنبيه عليها. يقول البعض أن السيدة فاطمة عليه السلام رضي الله عنه وارضاها هنالك بعض الصحابة، ويذكرون مثلا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وبعض الصحابة الآخرين أنهم هتكوا البيت وضربوها وشتموها وإلى آخره، وسيدنا علي جالس، ويدعون أن سيدنا عليا رضي الله عنه وارضاه كان ملتزم بوصية لم نسمع بها لا من القرآن ولا من السنة النبوية الشريفة، ولم ينقلها حتى الأخباريون. نعم سيأتيك. فسيدنا علي يقولون أنه كان جالسا وينظر إلى عرضه وهو يهان، فحاشا لسيدنا علي الذي عندنا هو أشجع الشجعان وفارس الفرسان، والذي خلفه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليحمي أعراض الناس، أيحمي أعراض الناس ويترك عرضه؟ حاشاه. طيب حتى ولو سلمنا لهذا الأمر وقلنا أنه هنالك وصية لم نسمعها كانت موجودة والتزم بها ليحافظ على الإسلام، طيب لماذا هنا حافظ على الإسلام وفي المعركة التي حصلت بينه وبين معاوية وكلهم صحابة كرام لم يلتزم بهذه؟ وهنا أشد، لأنه هنا التقت السيوف بين المسلمين إلى آخر، هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون، هؤلاء صحابة وهؤلاء صحابة. طيب لماذا سيدنا علي قعد هنا وتحرك هنا؟ إذن الوصية مكذوبة على سيدنا علي، وهذه إهانة لسيدنا علي، وحاشا لسيدنا علي أن يرى عرضه يهان ويضرب، لا سيما من؟ السيدة فاطمة التي أمنها رسول الله عليه الصلاة والسلام عنده. قبل قليل قلنا أنه تغاضب كزوج وزوجة كما تفضل فضيلة الدكتور حفظه الله تعالى، وإكراما لقلبها تركها وذهب إلى المسجد. هنا أشد، هناك كلام حصل بينهما، فكيف أن يراها تضرب؟ وحاشا للصحابة أن يفعلوا ذلك، لأن الصحابة يحبون رسول الله ويحبون كل ما ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانوا يحترمون ناقته وحماره ويحترمون كل ما ركبه، بل كان منهم مثلا يوقر المكان الذي كان يجلس عليه، فكيف بالسيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها؟ إذن مختصر مفيد لهذا السؤال أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جعل سيدنا عليا رضي الله عنه وارضاه في هذا المكان لأنه لكي يحمي هذه الأرض من أي خطر من اليهود، لأن اليهود أصحاب غدر وخيانة، وكذلك لربما يأتي من قريش كما فعلوا في الخندق إلى آخره. وإن كان ربنا جل وعز طمأن قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام، خلاص بعد الخندق نغزوهم ولا يغزونا، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا جل جلاله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خلاص نحن الذين إذا أردنا أن نغزوهم ولن يغزونا، ولكن لو حصل عقلا أنه غزا في ذلك الوقت قريش أو اليهود، كان هنالك من سوف يتصدى لهم، لأن بقي بعض الجيش مع سيدنا علي وضعهم رسول الله ليحموا المدينة المنورة. إذن دكتور عفوا في التعقيب، معناتها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اختار عليا
اختياراته بدقة، نعم. لأنه اختار من يكون إماما للناس بعده، من يكون حاميا بعده للناس، من يكون قائدا مدبرا. فهذا يدل على أن صفات القيادة بل وصفات الإمارة بل وصفات الخلافة متوفرة في علي رضي الله عنه وأرضاه. إذا استخلاف بإشارة. استخلاف. هنا إشارة. نعم. كما أشار عندما قدم الصديق للصلاة. سيدنا أبو بكر الصديق. هو ما صرح. نعم. ما صرح صلى الله عليه وسلم أن الخليفة من بعدي فلان، وإنما أعطى إشارات. نعم. فهذه الإشارة في علي لما خلفه، ثم قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. طبعا هنا هارون كان خليفة لموسى في حياة موسى وليس بعد موسى، لأن هارون عليه السلام يعني النبوة خلص بموسى عليه السلام. هارون كان نبيا مع موسى عليه السلام في حياته وليس بعد مماته. ثم دكتور، الالتفاتة الأخرى لما أنه في مسألة كسر الباب وكسر الضلع والإسقاط التي لا يتقبلها عقل عاقل. لماذا؟ مثل ما ذكرت، لشجاعة علي رضي الله عنه وهو حامي الديار، أفلا يحمي داره؟ وحامي الأعراض، أفلا يحمي عرضه؟ لا، ويحصل إسقاط لزوجته. الأمر الآخر دكتور، أنه يعقل أن واحدا يحرق داره ويؤذي زوجته ويكسر ما يكسر، ثم بعد ذلك يزوجه ابنته أم كلثوم. وابنة من؟ أم كلثوم بنت فاطمة. ويسمي أولاده على أسماء الذين حرقوا داره وتعرضوا لعرضه. لا يعقل. ثم أن ذرية وأحفاد وأولاد سيدنا علي أخذوها سنة في تسمية عمر. فما الذي صيرهم لهذا الحال؟ لولا أن هناك روابط قوية من المحبة والألفة بين علي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على كذب كل ما يقال خلاف ذلك. فمن قال أنهم اختلفوا وعلى أي شيء تصارعوا على سلطان على دنيا ما رباهم، ويشهد القرآن لذلك عندما قال: رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون ما يبتغون دنيا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك توراة. هذا يدل على أنهم تربية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المتكلم يريد أن يقيس أحوال الصحابة والآل على الصراعات السياسية الموجودة في هذا الزمن. تصارع على الكرسي، ما كان أصحاب محمد يتصارعون على الكرسي، كلهم توفرت فيهم القيادة، ولكن الخلافة شورى وبيعة، شورى وبيعة. فمن اجتمع عليه أهل الحل والعقد من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صار خليفة للمسلمين. ولذلك علي بايع
وكان قاضيا عند أبي بكر، وكان قاضيا عند عمر، وكان قاضيا عند عثمان، وما كان يحمل في قلب، بل كان في مجلس شورى أبي بكر وفي مجلس شورى عمر، فعلي منهم وهم من علي، وهم على قلب واحد، ليست لهم غاية إلا وعجلت إليك ربي لترضى. لحضرة مولانا الشيخ عباس الحسني الله يرضى عنه كلمات بمعاني روحية. نعم. قصيدة أو يقول: مفتخرا بالكرار جدا الله، وبأمنا الغالية البتولي، والمجتبى لنا نسبا وأخوه جدنا الشهيد، الله ربي ومقصدي وحبيبه وأحبابه السندي، فهؤلاء أهلي وأحبتي وهذا منهجي والطريقي. يا سلام يا سلام. يعني حقيقة آل البيت دكتور، نورنا شيخ بالمعاني هاي آل البيت. كنت أسمع أنك لا تجد واحدا من آل البيت إلا رزقه الله الحكمة وراثة عن أجداده، فهذه جينات وراثية، جينات وراثية. حتى العامي من آل البيت يحمل الحكمة بهذه الوراثة. ففي هذه العبارات التي ذكرها شيخنا: علي جدي، فهو نسبه وانتسابه إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا يدل على أن الأمة تفتخر بهذا النسب المتصل، فهو أشرف الأنساب. أشرف نسب النسب الذي اتصل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، حتى أنه في إمامة الصلاة لو تزاحم عالمان تساوى في علمهما، في سنهما، في سبقهما للإسلام، واختلف أن أحدهما هاشمي والآخر لم يكن من بني هاشم، يقدم الهاشمي، فقريش كما ورد في الأثر: قدموها ولا تتقدموا عليها، فيتقدم الهاشمي على غير الهاشمي، يتقدم عفوا الحديث قريش. فعندما تطلق كلمة قريش تطلق على قبائل العربية القرشية من مكة، وبنو هاشم من قريش. فهنا أيضا التفاضل. قد يقول واحد الآن: طيب، لما أنه تقول هذه العبارة وإذا يتزاحم اثنين واحدهم هاشمي والآخر غير هاشمي، لماذا قدمتم أبا بكر على علي وعلي هاشمي وأبو بكر قريشي وليس هاشمي من قبيلة أخرى؟ ليست هكذا القياس، لأنها إمامة كبرى وإمامة صغرى. تصور أن الصلاة إمامتها صغرى، وأن إمرة المؤمنين إمامة كبرى. الإشارة فهموها من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في نهج البلاغة. قالها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: كيف لا نرضى بمن ارتضاه رسول الله؟ اسمع، فالنبي يقدم ويؤخر، النبي يعطي ويمنع، النبي يقدم الهاشمي على غير الهاشمي وغير الهاشمي على الهاشمي، لأنه يوحى له. فلما رأوه أنه قدم أبا بكر، ما كانت المسألة في التقديم لأنه أبو بكر كذا غير هاشمي وعلي هاشمي، لا 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 لا، رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل احنا ذكرنا أنه فلان اختاره للفداء، فدائي بات مكانه، وفلان اختاره كصاحبه، وكل أدى مهمته. لكن هنا وأين دكتور في مرضه الأخير
صلى الله يرى جميع الأصحاب. إذا كانت المسألة فالعباس عم النبي أكبر سنا، والعباس من رجالات قريش، ليس شخصا عاديا في قريش العباس. لماذا لم يختار العباس؟ لا، ليست هكذا، قدم أبا بكر. طيب ممكن أنه اليوم الأول يقدم أبا بكر، والثاني يقدم علي، والثالث يقدم العباس، لا، قدم أبا بكر في أيام مرضه الأخير وهو يرى جميع الصحابة أمامه. لذلك قالها علي لما أخذت البيعة لأبي بكر، قال هو ما بايع، لا، أولا سيدنا علي تأخرت بيعته لأنه انشغل بأمنا فاطمة رضي الله عنها التي ما بقت بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 9 أشهر، فانشغل بها مؤنسا لها، ثم بعدها خرج فبايع وصار وزيرا لأبي بكر. فقال كيف لا نرضى لدنيانا؟ إيه الدنيا؟ اللي هي الإمارة، من ارتضاه رسول الله لديننا. يعني علي يرى أن إمامة الصلاة أكبر من إمامة البلاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم بينكم وبين ربكم. فهذا إذن الاختيار اللي صار، وعلى مرأى ورضا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن حتى الذي قال أن بعضهم تأخر في البيعة ثم بعدها لا 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 قاتلوا مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أين كان علي في وقت الردة؟ مع أبي بكر، فارسا من فرسان الجيش المحمدي، وكذلك مع عمر وزيرا وفارسا وقائدا، وهكذا رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم. جزاك الله عنا خير الجزاء. شيخنا الحبيب، نرجع هناك دلالات روحية ومعرفية تجلت في موقف سيدنا علي عليه الرضوان والسلام في يوم خيبر. نرجو توضيح هذا المواقف. خيبر وما أدراك ما خيبر. الله. أرض بل حصن استوطنه اليهود، واليهود كانوا في يثرب قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، واليهود اشتهروا بخبثهم ولا زالوا على خبثهم، ويرون أنفسهم أنهم شعب الله المختار، وأن الله اصطفاهم على غيرهم. فمن خبثهم كانوا في يثرب النزاعات، وفي أشهر قبيلتين في يثرب الأوس والخزرج من العرب. من خبث اليهود مرة يشحنون الأوس على الخزرج، ومرة الخزرج على الأوس، لتكون الصراعات بينهم في هذا الجانب. فهنا استعصت خيبر، استعصى فتحها. النبي أعطاهم الأمان عندما دخل، والدليل في الوثيقة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد وثيقة وعهدا بينه وبين اليهود. النبي ما جاء ليخرج اليهودية من دينهم، لا، اعتبرهم أهل كتاب، بل سماهم أهل ذمة وأهل عهد، لكنهم ما رضوا بذلك. واليهود ديدنها لا تعمل في الضوء، تعمل في الظلام. ديدنها لا تقاتل بالمواجهة، وإنما تقاتل من وراء جدر. الذي عاهدهم أرادوا أن يختالوه، فكم من محاولة أرادوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى ينجي حبيبه صلى الله. عندما بلغ السيل الزبا
ما عاد هؤلاء القوم ينفع معهم شيء، لا معاهدة لا هدنة. فأرسل الجيش إلى خيبر، لكن لأنه حصن تحصنوا وفيه طعامهم وفيه شرابهم وفيه كل ما يحتاجون، فكل ما تقدم جيش لم يوفق. يعني معناته إيش؟ يحاصرون الحصن، هؤلاء ما يخرجون. احنا قبل قليل كنا ويقاتلوكم من وراء جدور، ما يخرجون للقتال، ما يواجهون. احنا موجودين بالحصن وسادين ابوابنا واللي خارج في عزار، فاكيد يرجع الجيش لم يوفق في ذلك. عندها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. لم يحدد، ذكر رجلا، ما قال الرجل بالتعريف، ذكر صيغة التنكير، لكنه رجل. معناتها لماذا لم يحدد؟ لأن التحديد ليس منه. قبل قليل قلنا التحديد من الله تعالى، وإلا كان قالها النبي عليه الصلاة والسلام. هل يخاف النبي من أصحابه؟ على مرأى من الجميع قدم أبا بكر يصلي بالناس، حتى لما وشاورهم في الأمر فإذا عزمت الأمر كله بعد ذلك. لماذا قال سأعطينها رجلا وذكر الأوصاف؟ كأن المسألة دكتور الإذن والتأييد أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصله من جبريل البشرى غدا واحد من أصحابك الله يحبه وهو يحب الله، رجل شديد البأس سيفتح الله عليه على يديه خيبر. لكن من غدا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام للبشرى التي وصلته اعطى هذا البيان الذي جاءه، لأنه ما جاءه التحديد من، فقال لو أعطين الراية غدا رجلا. كل اللي أمام رجال، الله قال عنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. من المؤمنين رجال. صدق الله، عهد الله. إذن هناك رجل الله يختص، الله من بين الرجال رجلا يختص برحمته. نعم، لهذه المهمة. نعم. كل واحد منهم توفرت. قال الحافظ ابن حجر كلهم كانوا يحبون الله ورسوله. نعم، تفاوت الحب كما قال القرطبي في تفسيره: والصحابة يتفاوتون في حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فكأنه في تلك الليلة امتحان الحب، امتحان القلوب، امتحان تقوى القلوب. من الذي سيكون؟ كل يتمنى أن يكون لأنه يحبه الله. عند ذاك أصبح الصباح، خرجت النتائج. في الليل كان عداد الحب يصعد وينزل، من فلان، لا فلان. أصبح الصباح، رفعت الأقلام وجفت الصحف، والآن تظهر النتائج بعد الامتحان. من الذي فاز بهذه النتيجة وصار الأول على غيره في الحب؟ والكل ينتظر بشغف، كل واحد ينتظر الرباني. وحتى بعد أنه صدرت النتائج ما اعترض أحد على هذه النتيجة لما فلان، مثلما لم يعترضوا على تقدم فلان بالخلاف وتأخر فلان. لا، التسليم. لأنه شوف، سمعوا قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم مطلق.
قلوب سليمة. إذا كانت قلوب الأصحاب ليست سليمة فقلب من يكون السليم؟ سليمة من حقد وغرور وعجب، فخرجت النتائج. استطلع النبي أصحابه: ما لي لا أرى عليا. الله. ما قال النتيجة الأول هو علي، لا، اللي امتحنوا فلان وفلان وفلان وفلان، لابد يجون يستلمون النتائج، راح تطلع النتائج. مثل ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. أين علي؟ قالوا في عينيه رمد، في عينه رمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نادوا لي عليا. جاء علي فبصق أول مرة معالجة عين رمد وتدمع وكذا وتفرز، فتفل النبي في عين علي ودلك بها عينه، فقال: صارت أقوى من الأول، من الثانية. ثم أعطاه الراية. أيضا ما قال الذي فاز في كذا، لا 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 لا، سلم الراية مباشرة فعل. فانطلق بها علي. دليل أولا شهادة من النبي، بل من الله الذي أخبر نبيه بأن عليا يحب الله والله يحبه، وأنه رجل، وأنه الذي سيفتح الله على يديه، كل هذه. فانطلق علي، فتصور أن رجلا يحبه الله كيف سيكون حاله؟ حاله كما في الحديث القدسي الذي تصدر: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ثم قال: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يتقرب حتى أحبه. هنا يعني انتهاء الغاية، أن تصل من الحب الذي وسيلة هو منك إلى الغاية التي هي المحبوبية، إلى أن أحبه. يتقرب 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 إلى أن يصل إلى أن الله يحبه. المقربات ثم المحبوبات. توصل. ومرتبة المحبوبية هي أن يتجلى الله عليه باسم الذات. فإذا تجلى الله عليه باسم الذات، اسمع، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر، في رواية لسانه الذي ينطق به، يده التي يبطش بها، قدمه التي يسعى به. لا لا لا، ليست هذه. اتصور واحد صار بهذه الطاقة، يسمع بالله، ينطق بالله، يسعى بالله، حركته وسكونه، قيامه وقعوده كله في الله، كيف سيكون حال هذا؟ قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه. إذن هنا حصلت خوارق العادات، خوارق العادات حصلت في هذا النص، وعلي هنا يحبه. فلذلك خيبر فتحت بخوارق عادات، محبوبية نالها علي، فانطلق بتلك المحبوبية. تصور أن هؤلاء أقبل عليهم رجل يحبه الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم. أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. من الله. نعم. يخافون منكم أكثر مما يخافون من الله. نعم. ما الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى أن الذي يراهم يخاف؟ فتصور هم على الحصن وينظرون من فوق ويرون رجلا جاء بجيش، وهذا الرجل يحبه الله. أكيد الأبواب ستفتح، أكيد كل شيء سيكون سهلا. ففتحت خيبر بالحب، لما عجزت السيوف عن فتحها فتحت
بالحب، فهذا يدل على أن الحب أقوى من السيف. فرضي الله تعالى عن سيدنا علي. إذا تحقق بالحب الحقيقي والحب الكمالي والحب القبولي. نعم، كما اجتمعت. قال حضرة مولانا الشيخ اجتمعت. نعم، اجتمعت أنواع الحب. نعم، جزاك الله عنا خير الجزاء حبيبنا شيخنا الغالي. نرجع إلى فضيلة الشيخ الحبيب، كيف كانت اللحظات الأخيرة من حياة أمير المؤمنين عليه الرضوان والسلام، وما هي المعالم الخالدة بوصيته لولديه والأمة؟ طبعا كما هو معروف كل شخص له حياة، وسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه بعد حياة حافلة بالعلم والأدب والأخلاق والشجاعة والوقوف مع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومع سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، وبخلافته يعني في الكوفة في صلاة الفجر جاءه ذلك الغادر اللي هو الملعون عبد الرحمن بن ملجم الذي كان من الخوارج، وكان بزعمه في اجتهاده الخاطئ أن سيدنا عليا عليه السلام والرضوان رضي الله تعالى عنه وارضاه كان قد انحرف عن الجادة، ولكن في نظره السقيم. أما سيدنا علي حاشاه أن ينحرف، وهو من تربى كما قلنا آنفا أنه تربى على يد المصطفى عليه الصلاة والسلام. ففي السير أنه 19 من رمضان سنة 40 هجرية، وسيدنا علي وهو يتقدم إلى صلاة الفجر التي هي آخر صلاة لأمير المؤمنين وسيدي وسندي وجدي علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وعليه السلام، وكرم الله تعالى وجهه الشريف المبارك المنور، وهو في سجوده وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، جاء هذا الغادر الذي أخلاقه أخلاق اليهود، فضربه بالخنجر المسموم على ظهره الشريف. يعني هذه العلامة علامة الغدر، لو أراد الحق لبارزه وجها لوجه وليس من الظهر، يطعنه في ظهره. عند ذلك عندما ضربه في ظهره قام يصرخ وينادي: فزت ورب الكعبة إلى آخره. فعند ذلك عندما هرب أراد الهرب، فسيدنا الحسن وسيدنا الحسين والصحابة الكرام الذين كانوا في هذه الصلاة أمسكوه، ولكنه ضرب نفسه بالخنجر، أراد أن يقتل نفسه كما يفعل بعض الجواسيس. بعض الجواسيس في زماننا مثلا عندما يمسك ماذا يفعل؟ يخشى أنه لربما يتكلم من الذي بعثه، ماذا يفعل؟ يقتل نفسه. فماذا فعل؟ أيضا سوء خاتمة، جزاك الله خيرا، لأنه الذي يقتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يعذب بها إلى أبد الآبدين. عافية. نعم. فهذا الرجل قتل نفسه ولكنه لم يمت، وسيدنا علي كذلك لم يمت من هذه الضربة، لأنه بقي ليلتين 19 و20، لأنه انتقل إلى رحمة الله في 21 من رمضان 40 هجرية. ولكن انظر إلى سيدي الإمام علي رضي الله عنه وارضاه عندما تعامل بالرحمة والعدل كما قلت، لأنه محمدي بالأقوال والأفعال بالحركات والسكنات. فأول ما بدأ بالعدل قال: إن مت، يعني إن استشهدت من هذه الضربة فالنفس بالنفس. رب العالمين قال: واكتبنا عليهم أن النفس بالنفس. إن مت من هذه الضربة لأنه هذا قاتل فاقتلوه، أما إن بقيت
فسوف يكون لي رأي في ذلك. فانظر إلى سيدنا علي وهو أمير المؤمنين وهو الحاكم وهو الذي يستطيع بإشارة من إصبعه أن يقول اقتلوه فيقتل، ولكن عامله بالشريعة، عامله بالشريعة على الرغم أنه هذا كان من أهل الغدر والخيانة ويستطيع أن يقتله، لأن بقتل سيدنا علي زوال، لربما تزول هذه الإمارة ويزول الإسلام ويزول كثير من الأمور. فلذلك قال إن مت، يعني إن استشهدت، فالنفس بالنفس. وهو يتكلم إلى ابنه الأكبر سيدنا الحسن وسيدنا الحسين عليهم السلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال وإن بقيت فلي، خلص الأمر سوف يعود إلي وأنا سوف أنظر رأيي في هذا الأمر. ما هو الرأي؟ سوف ينظر الرأي للإسلام، ما هي المصلحة العامة، سوف يقدم المصلحة العامة على مصلحته الشخصية، فعند ذلك لربما يعفو عنه أو لربما يقتله حسب ما يراه بنظرة مستقبلية بعيدة. ولكن سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وارضاه انتقل إلى رحمة الله وإلى كرم الله وإلى رضوان الله. وفي تلك الليلة التي نقول عنها مشؤومة لأنها ذهب هذا النجم إلى لقاء حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام والشهداء مع في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا للحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام إلى آخره. إذن في تلك الليلة ذهب نجم، ولكن خلفه نجم آخر وهو سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه وارضاه، مصداقا لقول الحبيب عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدي 30. فسبحان الله، انظر إلى المعجزة المحمدية والنظرة المحمدية. فإكمالا للخلافة سبحان الله بال6 أشهر لسيدنا الحسن أكملت هذه الخلافة الراشدة. تنوير لما تكلم فلذلك شوف لعدالته ولحكمته رضي الله تعالى عنه وعليه السلام، ترك لنا صورة أن المسلم لا يحمل حقدا على أحد، وأن المسلم إذا خاصم لا يفجر، وأن المسلم في قوله أنا إذا بقيت على قيد الحياة قد يعفو عنه. تصور، قد يعفو عن قاتله. هذه الصفات، وإن تعفو أقرب للتقوى وعلي يبحث عن التقوى فقد يعفو عنه. فترك لنا صورة عظيمة لا بد أن نتمثل بها كمسلمين، أن لا يحقد بعضنا على بعض. نحن تحت مظلة واحدة، مظلة الإسلام، نبينا واحد، قرآننا واحد، ديننا واحد، أمة رحمة. فلماذا نكون أمة ظلم وعداء؟ فنسأل الله تعالى الرحمة لهذه الأمة، وأن يجمعنا على ما جمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع عليه أمته إخوانا على سرر متقابلين، لا تجد في قلوبهم غلا ولا حسدا. شعارهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فادخلوها خالدين. جزاكم الله عنا خير الجزاء مشايخنا الكرام، بارك الله بكم على هذه المعاني العظام. وكذلك أقول والسلام على ذريته إلى قيام الساعة، لا سيما على حضرة شيخنا المفدى سيدي حضرة الشيخ عباس، الذي كما قلنا وأسلفنا
قبل قليل أنه من ذرية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وعن جميع الأولياء والصالحين. جزاك الله. وسيد، وهذا من باب اللطيف أن المقدم سيد حسيني، والدكتور ماجد كذلك سيد حسيني، والفقير كذلك، فهذه الصلة بآل بيت النبي كما قال صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، حسين سبط من الأسباط. لذلك أقول بالختام سيد أن هذه الحلقة تحتاج إلى أختها، لأننا لم نتكلم عن علم علي وعن قضاء علي وعن كرامات علي، لم نتكلم عن تلك الأسرة الطاهرة، لم ندخل إلى بيت علي، لم نتكلم عن أمنا فاطمة، لم نتكلم عن أولاد علي، عن ذريات علي. فالحلقة تحتاج، لا أقول حلقات حتى لا نتعبك، بل تحتاج إلى حلقة. ولنا الشرف العظيم بإذن الله تعالى مشايخنا الكرام، ستكون هناك حلقة وحلقات بإذنه تعالى سيدنا علي ولكافة الصحابة الكرام من أهل البيت الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الأحبة الكرام، وفي ختام هذا الحلقة المباركة نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لفضيلة شيخنا وأستاذنا العارف بالله حضرة الشيخ عباس السيد فاضل الحسني، أطال الله في عمره ونفع به، على ما يبذله من علم وتربية وخدمة وجمع للقلوب على الخير. والشكر موصول إلى إدارة جامع الرباط والقائمين عليه، وإلى المشرفين على البرنامج فضيلة الشيخ المقرئ عبد الرحمن الشيخ عباس الحسني، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشيخ عباس الحسني، ومتابع النص والمشرف عليه فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشيخ عباس الحسني، حفظهم الله جميعا. ولجميع القائمين على المدرسة الربانية للعلم والمعرفة بالله. كما نتوجه بالشكر والعرفان لضيفينا الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى علوان الحسيني مدير المدرسة الربانية للعلم والمعرفة بالله، وفضيلة الشيخ الدكتور ماجد حامد الشيحاوي التدريسي في جامعة الفلوجة، حفظهم الله جميعا. ونشكرهم على ما أثريا به هذا المجلس من علم وبصيرة ومعرفة. نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يحيي في القلوب ميراث النبوة علما وعملا ومحبة وتزكية، وأن يجمع القلوب على الحق والخير وخدمة أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بطولة قصة تطول، بحر على موجه هطول، فما عسى أحرف تفي علي، وما عسى قائل يقول. مفوه فارس أبي، يصول لله أو يجول. مفوه فارس أبي، يصول لله أو يجول. مبشر سابق علي، يحبه الله والرسول. بطولة قصة تطول، بحر على موجه هطول، فما عسى أحرف تفي وما عسى قائل يقول.